السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي دنتال امكير. معاكم دكتورة مهتاب علي. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن 5 نصايح لابتسامة احلى. اول نصيحة هي ما تنسوش تغسلوا اسنانكم 3 مرات يوميا، لا يقل ابدا عن 3 مرات. ويفضل كمان ان احنا بعد كل وجبة ننظف اسناننا باي حاجة، مسواك مثلا ممكن يبقى معانا واحنا بره، في فرش اسنان بتبقى صغيره ومعاجين اسنان بتبقى برضو بحجم صغير، ممكن برضو نستخدمها واحنا بره. او على الاقل الناس اللي بتقرف من المعجون بعد الاكل نفرش او نغسل اسناننا بس بالفرشه بنفس الحركات ولو من غير معجون. او كمان ممكن نستخدم حاجه زي المنتس او اللبان اللي بيبقى بالنعناع، علشان لو على الاقل مش هنعرف نشيل طبقة البلاك أو بقايا الأكل اللي ممكن يكون على أسناننا بعد الأكل، على الأقل نعادل البي اتش بتاع الفم، فنقلل من نسبة التسوس ونساعد على إن اللعاب يتفرز أكتر ويرطب البق، وكل ده بيحمي من التسوس وبيدينا طبعا ابتسامة أحلى. تاني حاجة إن إحنا لازم نختار الفرشة والمعجون الصح والمناسبين. يعني لازم لو مثلا عندنا أسنان حساسة نستخدم فرشة خاصة للأسنان الحساسة، وبتكون فرشة ناعمة، ودي انت بتعرفها من دكتور الأسنان. وكذلك برضو معجون الأسنان اللي الأسنان الحساسة بنستخدم معجون خاص للأسنان الحساسة، وبرضو بتعرفوا من استشارة دكتور الأسنان. زائد كمان ان في ناس ما بيناسبهاش غير الفرشه اللي بتكون خشنه شويه او وسط، وفي ناس ما يناسبهاش غير الفرشه اللي هي بتكون الناعمه. كل ده لازم نحدده من عند دكتور الاسنان، هو اللي بيحدد من اللثه ومن تركيبه الاسنان ايه هي الفرشه المناسبه لكل واحد. كمان المعجون برضو دكتور الأسنان الأفضل إن هو اللي يحدد أي معجون مفضل، سواء كان لحد عنده أسنان حساسة أو سواء لحالات معينة زي الناس اللي بتبقى عملت تبييض أسنان، لأنها لازم تستخدم أنواع معينة من المعجون. غير كده أي معجون ينفع، ولكن لازم يحتوي على مادة الفلورايد، وليها نسبة معينة وبتختلف من الكبار والصغيرين، وإن شاء الله نبقى نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو تاني. تالت نصيحة عايزة أقولها هي إن لازم فرشة الأسنان تتغير كل 6 شهور. يعني الفرشة لو كانت بحالة جيدة مهما كانت غالية، وحتى ولو الاستخدام بيها مش كتير، لازم تتغير كل 6 شهور، لأن الفرشة نفسها الشعيرات بتاعتها بتختلف، وبالبلدي كده يعني بتتنعكش، ما بتبقاش كمان فيها نفس الافشنسي او اللي هي انها بالقدره والقابليه على ان هي تنظف الاسنان زي اما بتكون جديده. غير كده هي نفسها صحيح المفروض ان احنا بعد ما بنغسل اسناننا بننظف كويس قوي الفرشه وبنسيبها تنشف، الا انها برضو ممكن مع المدى الطويل في غسيل الاسنان يعني يتراكم فيها في اماكن فيها بعض البكتيريا، وده ممكن يعمل التهابات للثه والتهابات عامه في الفم. عشان كده هي لازم تتغير كل 6 شهور. والعلامة المميزة للفرشة انها لازم تتغير هي انك تلاقي الشعيرات بتاعتها اتنعكشت فعلا، حتى لو كان في اقل من 6 شهور وحصل ان الشعيرات بدأت تحس انها نعكشت كده او تحس انها نعكشت وما بقتش تنظف كويس زي الاول، في الحالة دي لازم فرشة الاسنان تتغير. رابع نصيحة علشان يبقى على طول أسناننا على طول نظيفة، وعلشان ابتسامتنا تبقى حلوة وكمان نفسنا منعش، يفضل إن إحنا دايما نحرص على إننا نستخدم بعد كل وجبة ناكلها أو بعد مشروب زي الشاي والقهوة والبيبسي وخصوصا الحاجات اللي فيها سكريات، إننا ننظف أسناننا كويس أوي. في كذا حاجة ممكن نعملها لو إحنا بره البيت مثلا وحابين إن إحنا ننظف أسناننا علشان نحافظ عليها نظيفة، خصوصا لو قاعدين فترة طويلة أوي وصعب إن إحنا نستخدم الفرشة والمعجون. الحاجات دي زي المسواك، ممكن نستخدم المسواك، المهم إن هو يكون من نوع أصلي،
وممكن نستخدم كمان حاجة زي المنت دي يعني زي هي مش لبان، هي بتكون يعني مش لازم بالنعناع، لكن هي زي يعني مش بونبوني، بس هي حاجات كده يعني بتتمص باي طعم، مش لازم نعناع، مش عشان هي منت، لكن هي الدنتال منت ديت مخصوص ان هي حاجات بتتمص في البق علشان تعادل البي اتش بتاعت البق، فبالتالي ما تزيدش الاسيديتي فيه، وبالتالي تقلل من نسبه التسوس وتساعد على افراز اللعاب علشان يرطب في الفم ويحافظ على الاسنان من تراكم البلاك والبكتيريا. كمان تالت حاجة مهمة قوي ان احنا نستخدمها برضو لو احنا بره او حتى لو احنا في البيت وخصوصا قبل النوم، هي الخيط بتاع الاسنان مهم جدا جدا زيه وزي فرشة الاسنان، وخاصة للناس اللي بيبقى عندهم جيوب في اللثة او مركبين تركيبات ثابتة. خيط الاسنان برضو بيساعد على ان احنا لو مش هنقدر نغسل بالفرشه او المعجون نشيل على الاقل اي اكل ممكن يكون مثلا اتحشر ما بين الاسنان او كده، وبيشيل من بقايا الاكل كله ما بين الاسنان وحوالين منطقه اللثه، طبعا لو استخدم بالطريقه الصح. ويعني عايزه ادي ملاحظه في الحته دي، الخله غير الخيط، خله الاسنان اللي هي بتبقى الخشب دي اللي بنشوفها في المطاعم دي مش صح ان احنا نستخدمها، وفي انواع معينه بس هي المفروض تستخدم وكمان بطريقه معينه ومش في كل الحالات، وان شاء الله نتكلم عن الموضوع ده في فيديو منفصل. لكن اللي بيستخدم هو الصح هو خيط الاسنان مش الخله. خامس حاجة أنا عايزة أقولها أو خامس نصيحة عشان دايما تخلي ابتسامتنا أحلى، هي يا ريت نحاول إن إحنا نظبط العادات الغذائية بتاعتنا، لأن الأكل بيأثر على أسناننا وده بيأثر على ابتسامتنا، سواء كان علشان التسوس أو التصبغات أو علشان النفس نفسه. يعني يفضل ان احنا نقلل من شرب القهوه والشاي الكتير والبافرز او المشروبات اللي بتبقى فيها الوان كتير زي البيبسي. كمان يفضل ان احنا كمان يفضل بالنسبة للمدخنين ان هم يحرصوا على تنظيف وتلميع اسنانهم باستمرار عند الطبيب، مش بادوات اللي هي بتلمع الموجودة مثلا في صيدلية او سوبر ماركت دي، لان هي كترها مضر، وده ان شاء الله نتكلم عنه برضه في فيديو منفصل. لكن يحرصوا على تنظيف اسنانهم وتلميعها باستمرار عند طبيب الاسنان علشان يشيلوا كل اكسترنال تيننج او اللي هي التصبغات الخارجيه اللي بتبقى على الاسنان من بره. كمان الاكل نفسه، يعني يفضل ان احنا نحاول ناكل خضار وفاكهه اكتر، خصوصا التفاح، الحاجات اللي زي الخيار، الحاجات اللي فيها فايبرز بتبقى مفيده جدا للاسنان واللثه ومش بتراكم بلاك. يعني لو احنا بره يفضل انها تكون كسناكس معانا احسن، لان هي مش بتتحشر في الاسنان ولا بتراكم طبقه بلاك على الاسنان زي الحاجات اللي فيها كربوهيدرات، زي مثلا هي الباتيهات والكرواسونات والحاجات دي، او الحاجات السويتس سواء كانت شوكليت او كراميل او غيرها. كمان نشرب ميه كتير، لان كل ما بنشرب ميه اكتر كل ما بنرطب بقنا، ولما الفم نفسه بيترطب واللعاب افرازه بتزيد، كل ده بيساعد على ان هو يحافظ على الاسنان ويحافظ على اللثه، وبيقلل من الاسيديتي بتاعه الفم كله، فبالتالي بيقلل من احتماليه حدوث التسوس. وكل ده بيخلي برضو طبقة البلاك ما تتكونش بسرعة، فالأسنان دايما بتبان لمعة أكتر وبتبان أنضف وسموث وشايني. بس ده كان الفيديو، وأتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، ولو حابين تستشيروني في أي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وارد عليكم إن شاء الله، وأي موضوع تحبوا إن احنا نتكلم عنه اكتبولي في التعليقات برضو، وياريت متنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة، دوسوا على زرار سبسكرايب تحت المعمول المكتوب بالأحمر تحت سبسكرايب أو اشتراك، وما تنسوش إن انتوا تسألوني عن أي حاجة انتوا عايزينها، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، وأتمنى لكم بسمة أحلى.